الرحيم. الحمد لله 3 نقاط مهمين بالنسبه لنا احنا، 3 نقاط تخلينا نفسه في نفس الفارق بيننا وبين المنافس المباشر على اللقب، من 3 نقاط يخلونا ديما في الطريق باش نستحفظوا على اللقب الرابع على التوالي. الحمد لله المقابله كما شفتوا دخلت سير بي كما يلزم. بدايه اللقاء سجلنا، لكن رده الفعل نتاع الفريق المنافس الحقيقه نتاع البيث كانت ممتازه. رجعوا علينا عدلوا، كانوا ينجموا يسجلوا، لكن الحمد لله بين الشوطين رجعنا لاعبين، اعطينا بعض التوصيات تكتيكيه اللي اعطت تقريبا اوكلا. في الشوط الثاني تحكمنا في اللقاء كما يلزم، سجلنا الهدف الثاني وسجلنا الهدف الثالث، وكنا نجموا نسجلوا اكثر من 3 اهداف. 3 نقاط مهمين نستحقوا النتيجه اليوم. الفوز صحيح 3 نقاط اداء وكما يلزم يعني. الحمد لله الحمد لله اليوم 5 لاعبين تقريبا ناقصين السي ار بي بما وجد يعني. الحمد لله اللاعبين اللي كانوا موجودين اليوم عطاوها 200%، نشكرهم. وعن طريقكم انتم نحب نشكر الجماهير نتاعنا خاصه اللي تحولوا معنا لهنا، يعطيهم الصحه. وان شاء الله ان شاء الله اليوم فرحناهم باش الطريق طويل ان شاء الله يرجعوا فرحانين ان شاء الله، على الاقل اهم شيء باش ان شاء الله ربي يوصلهم سالمين. اولا النتيجه اليوم ما نقولوش انهزمنا، على خاطر اخطاء تحكيميه والحكم تسبب في خروج اللاعيبه تاعنا من المقابله خاصه في الشوط الثاني، وهذا راجع للتعيينات، خاطر ولينا نشوفوا جولات قبل ما تتلعب باين النتائج تاعها، ونطالبوا من لجنه التحكيم تراجع في قرارات والاختيارات تاع الحكام كل جوله. نورمالمون كانت عندنا فوت هي وما سبهاش، من بعد عاود البينالتي يتحمل المسؤوليه تاعه. الاربي يتحمل المسؤوليه. انا واش نقول لك حاجه، هذه راها مكولسه، والله ما عرفنا ما نهضروا، نقسم بالله ما عرفنا ما نهضروا، مكولسه المقابله ونحملوا المسؤوليه للحكم. الحكم هو اللي كان اليوم كان داير الضغط. ما نقولوش انهزمنا. الاربيت اليوم جا في مهمه، والمهمه اللي نتاعه دارها وجاته بسهوله. وراني نطلب من سي حيمودي، يا ودي يا سي حيمودي راك مع عصابه راهي يليق لك تغيير جذري في سلك التحكيم. يا ودي راجع روحك يا سي حيمودي، راه المهازل في التحكيم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.